لا يا باشا، كله تمام يا باشا. النهارده اخر هدوء وكله في السليم. بس المعلومات بتاكد ان بكره في حركه مريبه يا باشا. ماشي يا باشا، نأجل لبكره يكون احسن. امرك. سلام يا باشا. الله يبارك لك، وانا هتصل بيك واقول لك تيجي امتى. بس خلي بالك انا جاي انا واللواء كلها. يا عم اتشرف. ماشي، حسابي يجمع. عينيا الاثنين. سلام يا مخ. السلامة. انا فاتحها عشان اصرف عليك. انت عمال تقلب من الصبح يا قوطه، ما تقعد تذاكر عندنا احسن. جرايه يا عم، جرايه يا عم. يا عم ما ينفعش تكلم الطلبه بالطريقه دي. يا نجم. اتفضل. يا عم اتعلم ازاي تتعامل مع الزباين. حاضر. فين الفلوس؟ بالذمه ده منظر فلوس؟ مكرمشها كده ليه؟ ما فلوس وخلاص يا هو. فلوس وخلاص؟ ده رمال ليه؟ انت فين يا ابني؟ بتصلي؟ المفروض اسكت انا احط بقى جزمه في بوقي واسكت. ما تنده يا عم. ايوه يا نسا. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صحتك بالدنيا. النهارده بنتكلم عن الحقن المجهري. الحقن المجهري النهارده هو اكتر وسيله امان ممكن تحقق حلم الانجاب لكل الازواج الغير قادرين على الانجاب بشكل او بصوره طبيعيه. ممكن تصل نسبه النجاح في الحقن المجهري ل 60%. ايه يا سمر انت معليه التلفزيون كده ليه؟ ممكن تنجح المحاوله من المره الاولى وممكن تاخد معانا من 3 مرات ل4 مرات. كنت عشيتي، انا هموت من الجوع وما اكلتش اي حاجه طول النهار عشان اكل معاكي. الحقن المجهري هو عباره بكل بساطه عن تلقيح صناعي. بيقولوا ايه يعني؟ بناخد عينه من الحيوانات المنويه من الزوج مع عينات من البويضات من الام. بيتم تلقيح الحيوان المنوي مع البويضه خارج رحم الام. انا هاخد رقمهم ومكلمهم. انا خدته في الفصل اللي فات. جدع، ده لو حصل يبقى زعق لنا نبي. انا هكلمهم بكره واحجز. يا سلام يا سمر، لو ربنا يرزقنا ببنوته تكون حلوه وجميله زيك كده تملى علينا البيت، ولا واد كده يبقى يشيل اسمي ويتنطط على الكنب كده ويبقى واد شقي. ياه، ده يبقى حلم متحقق. يا رب وحياة حبيبك المصطفى ما تحرمنا. ياه لو ده تم ده انا اصوم 3 ايام واذبح واوزع فول نبت على السيده نفيس. يا سمر ايه الجو القديم ده؟ انت عامله زي امي كده. قومي انت بس اعملي لنا بطاطستين كده، حمريهم وقرمشيهم وشويه بيض بالبسطرمه وحته مخلل، ولو في جبنه رومي هاتي. قومي هموت من الجوع. حاضر. وهاتي لي الترنج عشان افك عن نفسي شويه. حاضر من عينيا. هاتي لي بس الترنج، طول النهار لابس ومخنوق. انت هتقلع هنا؟ وماله؟ بعد نجاح عمليه التلقيح بترجع البويضه الملقحه لداخل رحم الام مره ثانيه. وهو البتاع المجهري ده ينفع سمر مرات اخويا؟ تاخد مثبتات للحقن. ينفعها يا اخويا، ما ينفعش ليه؟ طب ما تقومي تتصلي بقى ولو تتفرج. النتيجه ايجابيه بيبقى حالها للحمل. هي دي في حاجه ما جربتهاش؟ نسبه حدوث التوأمه في الحقن المجهري وبعدين مش جايز لما يخلف يضايقك؟ وده بيرجع مضايقنا ليه؟ الحيوان المنوي. يا واحد نفسه في حته عيل ربنا يديله. بس كان هو بطوله مضايقنا. مش حل لما يخلف هيعمل فينا ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ هيبقى عايز يأمن له مستقبله ويظبطه. عيني عليكوا يا ولادي. ابوكوا فاكر ان الزمن واقف ما بيتحركش، ولا هيجي عليكوا يوم وتطلبوا طلبات ويبقى عندكوا احتياجات مش عارف هو اصلا هيوفرها منين. يا نعيمه يا نعيمه، المثل بيقول ابن ولدك ما تبنلوش. يا اخويا ما تبطل امثله الفقراء دي. محدش عارف الزمن مخبلنا ايه. شد حيلك انت بس واعرف ابنيله. ساعتها يا ستي يحلها الف حلال. هتحلها ازاي يعني؟ لما تشوف مخلص مظبط عياله ومأمنهم، وانت يا اخويا لا حول ولا قوه. لا، ساعتها يبقى لي كلام تاني. زي ما يجيب لي عياله اجيب لي عيالي، انما اي هري قبل كده ما منوش فايده. يعني انت يا محروس واعي عيالك ومستقبلهم؟ يا نعيمه يا نعيمه، هو انا عندي مين او عاله غير انت والعيال؟ ماشي ماشي يا محروس. هقوم اكلم سمر واقول لها تتفرج على التلفزيون، بس خليك فاكر انا هعمل خير وارميه البحر. طب استني بس استني. المكالمه بقى، هو مش العيال ناموا؟ اه نام.
طب ما تيجي نخش جوه اقول لك اما نعمه تقول لي نعمين. ريح نفسك، عطلانه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، إلهي ينجح لك المعاصي ويرزقك كده بابن الحلال اللي يسعدك ويهنيكي يا رب وتعلى مرد. واد يا علي. صباح الفل يا أم. صباح الفل يا حبيبي، مش عوايدك يعني تجيلي الشغل؟ لا يا أم خير، مفيش حاجة، أنا بس لقيت صدرك كده طابق عليا فقلت أجي أشرب معاك شاي. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. أحلى كوباية شاي يا صلاح. أمور أم علي. كوباية شاي حلوة من إيديك الحلوة دي. حقيقة يا ست نادرة. تعالى حبيبي، تعالى يا ضنايا. اقعد يا ابني، اقعد. اقعدي أنت. ايه يا حبيبي مالك شايل الهم ليه يا ضنايا؟ ده شيل الهم يأثر العمر. بصي يا أم، أنا زهقت من شغل هنتلم الورق دي. حاسس إني قليل أوي يا أم. أنا نفسي أجيب مكنة من بتوع التصوير ونشغلها، ولو ده حصل هرتاح من شغلانتي دي. وأنا بسمعهم في المنطقة بيقولوا المكنة بتولد مكنة، وأنت كمان ترتاحي من شغلانتك دي. أنا بتقطع كل مرة أشوفك كده من إيدك اللي يسوى ولا ما يسواش. لا يا ضنايا، انا ما بطلبش حاجه من حد، بس يعني اللي هيديني حاجه هقول له ايه؟ وبعدين اكل العيش الحلال ما يكسفش يا ضنايا. اسمع، الست صباح عامله جمعيه ب 100 جنيه، هنخش معاها بنفر ونشوف هتقبضنا امتى، وساعتها ابقى اشتري المكنه اللي تعجبك. بجد يا أم؟ يا حبيبي. وهنقدر ندفع فلوس الجمعية؟ ان شاء الله هندفع يا ابني. تسلمي يا عروسه، هندفع يا ابني هندفع. بقول لك ايه، ما تبصليش كده، قلت لك ده شغل. وبعدين يلا قوم من هنا، قوم امشي وما تجيليش هنا تاني، فاهم؟ وانا يعني بعمل ايه؟ هو انا بشحت منهم وانا بنضفهم؟ يلا قوم امشي من هنا، قوم ما تجيش هنا تاني، يلا امشي امشي. لو سمحت عايز اتصال تانية. سعيد اتصال تانية. اضربه كمان. لو سمحت عايزه ملزمه قانون تجاري الفرقه الرابعه. ورق درس المنشآت. الجزء الكام؟ الجزء الرابع. طب حالا اجيبه لك. طب بس لحظة انت. سعيد شوف الأستاذة. اتفضل يا مس. ممكن تبطل الخيلة الكدابة دي وتقعد على المكتب؟ يا عم سيب. ليه؟ اقعد على المكتب يا عم، خد برستيجك واقعد وسيطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلول امتحانات المنشآت، ملزمة امتحانات مكتبة الإخلاص، سين وجيم جميع الفرق. لم نفسك عشان في نوش. ادخل جوه. ايه يا هجان باشا؟ صباح الفل. خلصت الحمد لله. تقدر تهجم، اهجم بقواتك، ان شاء الله تنط بالمظلات كمان. ربنا يخليك لينا يا باشا. اتفضل مستنيك. بالسلامة. ايوه كده، ما شاء الله عليك، مالي مركزك صحيح. اقعد اقعد اقعد. خير يا باشا، ده احنا مكتبه محترمه، لا بنضرب لا ورق ولا كتب. انت صاحب المكتبه؟ لا سعادتك صاحب المكتبه، اخويا الكبير اللي قاعد على المكتب ده.